الموجودين حاليا بالبرازيل، وهذا في حال تأهل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم للدور الثاني لكأس العالم. وأوضح الرئيس المدير العام لموبيلي سعد ضامة أنه تم إبرام اتفاق مع وزارة الرياضة للتكفل بكل مصاريف التنقل والإقامة وتذاكر الدخول إلى الملعب لكل أنصار المنتخب الوطني الجزائري الموجودين حاليا بالبرازيل لمساندة الخضر في نهائيات كأس العالم 2014. وافتتحت اليوم بالعاصمة أشغال الورشة الاستراتيجية الوطنية لترقية الطفولة الصغرى، وهذا بتشكيل وتنصيب لجنة ما بين القطاعات تعنى بقضايا الطفولة وإعداد استراتيجية جديدة لآفاق 2015-2020، وهذا ما أكدت عليه وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط. الهدف أن يكون أخذ بعين الاعتبار كل جوانب لتطور الطفولة الصغيرة، من الجانب الصحي في البداية، لما يكونوا في البداية يكون عندهم أقل من 0، فمن بعد الشيء اللي يصبح هام هو مسألة حمايته، ومن بعد مسألة التربية. الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في التكفل بالطفولة الصغرى مقارنة بالعالم العربي وإفريقيا، حيث توجد مؤشرات مطمئنة منها التغطية الصحية والتكفل التعليمي والتربوي. واليوم تحديات أخرى تنتظرنا، ونأمل التصدي للعوائق من خلال هذه الاستراتيجية الوطنية. على الصعيد التربوي أيضا انطلقت اليوم الدورة الاستدراكية